السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض عن الأسباب المهمة جدا اللي بتزود ثمار الليمون على الشجرة عندك وتخلي ثمرة الليمون كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين من خلال الفيديو. عايزك كده تبص معانا وتشوف ثمرة الليمون، بسم الله ما شاء الله. شوف حجمها قد ايه، شوف لونها عامل ازاي. دي ثمرة الليمون اللي على الشجرة عندنا. هنشوف مع بعض ونتعرف احنا عملنا ايه في شجرة الليمون وصلت الحجم معانا بهذه الطريقة وخلت شجرة الليمون تثمر اكبر عدد من ثمار الليمون. فبنصحك انك تتابع الفيديو للنهايه علشان تستفيد باكبر قدر ممكن من المعلومات. ولو انت اول مره تشوفنا، اول مره تدخل على قناتنا، مش محتاجين منا غير دعمك وتشجيعك لينا. اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. تعالوا نبدا حلقتنا مع بعض. ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية يا أصدقائي علشان نشوف إحنا عملنا إيه في شجرة الليمون. خلت شجرة الليمون حجمها كبير جدا، خلت ثمار الليمون أعدادها كبيرة جدا على الشجرة زي ما حضراتكم شايفين. دي شجرة ليمون ما شاء الله. عايزك بس تركز معايا وتشوف حجم الليمونة قد إيه. ده طبعا يا اصدقائي كل اللي احنا عملناه بيتلخص في اول حاجه تخلي بالك منها علشان توصل لحجم الليمون بهذه الطريقه او لكثافه الليمون على الشجره. تخلي بالك من عمليه الري. عمليه الري عمليه مهمه جدا جدا جدا، يعني ما يبقاش في افراط في الري ولا يبقى في منع نهائي. نخلي في اعتدال في عمليه الري. دي من العمليات الاساسيه اللي بتؤدي إلى نجاح ثمار الليمون وكبر حجم الثمرة على الشجرة. يبقى نخلي في عندنا اعتدال في عملية الري، يعني لا نزود كمية المية ولا نعطش النبات باستمرار. الحاجة التانية يا أصدقائي نخلي بالنا منها وهي عملية التسميد، وهو ده السر بتاع حلقتنا النهاردة. 3 عناصر غذائية مهمين جدا، يعني شغلهم كله على الثمرة، شغلهم كله ان هو بيكبر من حجم الثمرة وبيزيد من ثمار الليمون على الشجرة. ايه هم؟ اول عنصر معانا وهو عنصر الفوسفور، العنصر الثاني عنصر البوتاسيوم، والعنصر الثالث عنصر الكالسيوم. لازم نخلي بالنا ونسمد باستمرار بالثلاث عناصر دول. هنقولهم تاني: بوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور. دول اهم 3 عناصر تخلي بالك منهم، تسمد بيهم ثمار او اشجار الليمون. وان شاء الله بعد التسميد هتحصل على هذه النتيجه. يعني ده زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي ثمار الليمون بعد اللي احنا عملناه. الحاجه الثالثه يا اصدقائي نخلي بالنا بقى من الحشرات، نكافح الحشرات مكافحه جيده. نخلي بالنا، يعني الليمون من الاشجار اللي هي بتتعرض للاصابه باستمرار. يعني بيصاب بحشره صانعات الانفاق، بيصاب بالبق الدقيقي، بيصاب احيانا بالذبابه البيضاء، بيصاب باكثر من حشره. فعشان كده نخلي بالنا ونحاول ان احنا نعالج النبات اول باول، او يكون عندنا دوره باستمرار في عمليه الرش. يعني الرش، وطبعا محدش يقول لي إن لازم نرش المبيدات الحشريه، مفيش حل، لازم نعالج النبات بالمبيدات الحشريه لانه بيكون اكثر تاثير على الافه. الحاجة الثالثة يا أصدقائي وهي عملية مهمة جدا، وهي عملية التجليم. عملية التجليم طبعا بعد التخلص من الثمار عملية مهمة جدا. يعني بتبقى عملية تجديد للشجرة. نتخلص من الأفرع اليابسة، نتخلص من الأفرع المصابة، نتخلص من الأفرع المريضة، نتخلص من الأفرع المكسورة، نتخلص من الأفرع المتشابكة والمتزاحمة اللي بتمنع ضوء الشمس إن هو يصل لشجرة الليمون، وبالتالي بيؤثر على الثمار. يبقى نخلي بالنا يا اصدقائي. وبرضه حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نتخلص من السرطانات اللي هي بتكون موجوده في اسفل الشجره. زي ما حضراتكم شايفين دي كلها سرطانات اللي هي بتكون قريبه، افرع قريبه من سطح التربه. لازم نتخلص منها علشان ملهاش اي فايده ولا ملهاش اي لازمه، وفي نفس الوقت ان هي بتاخد من غذاء
شجرة الليمون. يبقى نخلي بالنا يا أصدقائي من الحاجات اللي احنا قلناها، وإن شاء الله هتحصل على هذا الحجم من ثمار الليمون، وهتحصل على ثمار كثيرة جدا في شجرة الليمون عندك زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ دلوقتي حالا إن احنا هو ده أصدقائي ثمار الليمون. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو